هل تعلم إن في أسماء محرمة في الإسلام؟ أولا، أسماء الله الحسنى دي مخصوصة لله وبس. ثانيا، أسماء فيها تعبيد غير الله زي عبد العزة، عبد الكعبة، عبد النصير، عبد المسيح، عبد النجم، عبد الشعرة. وأي اسم يبتدي بعبد مضاف لغير أسماء الله دي ممنوعة تماما. ثالثا، أسماء آلهة وأصنام وثنية زي بعل، راما، زيوس، لارا، مايا، ريناد، لمار، ريماس، يارا، وجد، وتين، هنوف، ولازم نبتعد عنها. رابعاً، أسماء الشياطين زي خنزب، الولهان، الأجدع، ميترون، شيصبان، شمهروس دي ممنوعة برضو. كمان أسماء بمعاني سلبية زي حرب، مراه، حزام، حمار، خروف، بقرة، لعين، شيطان، حرام، لازم نبتعد عنها علشان تجيب شر. وفي أسماء معانيها تدل على شؤم زي موت، جرح، غضب، ممنوعة برضو. الاسم مش بس كلمة، ده ليه تأثير عميق على حياتك وروحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيغير الأسماء الوحشة بأسماء جميلة ونقية. فكر كويس قبل ما تختارش اسم، وخلي اسم ابنك دعوة خير وبركة.